انت عارف يعني ايه شقة سعرها السوقي 750 ألف جنيه تقدر تاخدها ب 250 ألف جنيه بس؟ عارف يعني ايه شقة سعرها 900 ألف جنيه الطبيعي تستلمها انت من الإسكان الاجتماعي ب 300 ألف جنيه أو 380 ألف جنيه؟ تقولي ما المبلغ اللي انت بتقولي ده مش قليل، ما هو مش قليل بس انت مش هتدفعه مرة واحدة، ده على اقساط على 30 سنة. حرفيا شقق الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد فرصة عمرك، فرصة عمرك انك تمتلك شقة، فرصة عمرك لو انت من مستأجرين الإيجار القديم وطبعا مطالب منك انك تسلم الشقة بعد 7 سنين من دلوقتي، ده أحسن بديل ليك. الشقق دي يا جماعة واخدة قرار بالدعم من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يكون في دعم 500 ألف جنيه على شقق الإسكان الاجتماعي. الكلام ده طبعا لمحدودي الدخل ومعدومي الدخل. وفي الفيديو ده انا هقولك كل المعلومات والتفاصيل اللي انت محتاج تعرفها عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديد اللي اتفتح في شهر 10 سنة 2025. الفيديو ده هيكون شامل ليك لكل حاجة انت محتاج تفهمها. مين ليه الحق في التقديم؟ ايه هي الشروط؟ ايه هي الأسعار؟ ايه هي المحافظات اللي نازل فيها الطرح؟ نظام الحجز وطريقة الاختيار، وكمان العلاقة بالإسكان الاجتماعي والطرح ده لمستأجرين الإيجار القديم. وأي حد تعرفه محتاج إنه يتملك شقة في حياته ويكون عنده تمليك أخيرا تبعت له الفيديو ده ضروري جدا، صدقني دي فرصة عمر ما بتتكررش كتير. خلينا نبدأ في الأول بمواعيد التقديم. التقديم هيفتح امتى ومعانا وقت قد ايه؟ التقديم بدأ رسمي يا جماعة يوم 13/10/2025، وخلي بالك انه هيفضل مفتوح لمدة 3 شهور فقط. وزارة الإسكان الاجتماعي هتستقبل الطلبات من كل المحافظات اللي فيها الطرح الجديد واللي هكلمك عليها بعد شوية، بس انت قدامك 3 شهور علشان تجهز ورقك وتبدأ تقدم، فخلي بالك علشان الوقت ما يسرقكش. لو جينا نسأل التقديم بيكون فين؟ التقديم يا جماعة بيكون إلكتروني بالكامل من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفيما بعد هعمل لك فيديو بالتفصيل إزاي تقدم، لكن الفيديو ده بيشرح لك كل معلومة وكل خطوة وكل سؤال بتسأله لنفسك في طرح الإسكان الاجتماعي الجديد. لو جينا نتكلم على مين ليه أحقية التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة، الإسكان الاجتماعي يا جماعة معمول في الأساس لفئة محدودي الدخل ومعدومي الدخل. يعني لو أنت موظف أو عامل دخلك ثابت أو حتى بتشتغل أعمال حرة بس عندك دخل منتظم وما عندكش شقة باسمك أو باسم زوجتك، لو أنت طبعا متجوز أنتم الاتنين أسرة ما عندكمش شقة باسمكم وما استفدتش قبل كده من مشروع الإسكان الاجتماعي، يعني قدمت بس ما اتقبلتش أو ما استفدتش من الإسكان الاجتماعي قبل كده، يبقى من حقك تقدم عادي. طب أنا ما كنتش مقدم ولا مرة في الإسكان الاجتماعي، من حقك تقدم عادي. طيب إيه هي الشروط الأساسية؟ نيجي بقى للشروط الأساسية. رقم 1 السن يكون من 20 سنة لحد 50 سنة وقت التقديم. لو حضرتك أعزب يكون دخلك الشهري ما يزيدش عن 3000 جنيه، ما يزيدش عن 3000 جنيه، لأن زي ما قلت لك الأحقية لمحدودي ومعدومي الدخل، فلو انت اكتر من كده ممكن تصنف ان انت متوسط الدخل ما تستحقش الطرح الجديد. طيب لو انت متجوز دخلك يكون ما بيتعداش 15,000 جنيه، وطبعا مرات حضرتك ما يكونش دخلها بيتعدى 15,000 جنيه. ركز كده معايا، لو انت متجوز دخلكم انتوا الاتنين ما يتعداش 15,000 جنيه، ده الشرط التاني. الشرط التالت لازم طبعا تكون مصري الجنسية ومقيم داخل مصر. آخر حاجة ما يكونش عندك وحدة سكنية مملوكة أو حتى بالإيجار التمليكي من أي مشروع حكومي تاني. يعني زي ما قلت لك في البداية ما تكونش استفدت قبل كده من مشاريع الحكومة للإسكان، قدمت 100 مرة قبل كده لكنك ما استفدتش، لا تقدم عادي المرة دي. لكن قدمت واستفدت يعني أخدت شقة، ما ينفعش تقدم المرة دي. دي كلها الشروط الأساسية للتقديم. نيجي بقى للأسعار وأنواع الشقق. بص يا جماعة، عندنا سعر وحدات سكنية نازلة من أول 183,000 جنيه لحد 385,000 جنيه، و385,000 جنيه ده أعلى مبلغ، مفيش أكبر من كده في شقق الإسكان الاجتماعي. يعني أنت بتسمع بره
في الشقق الأسعار العادية في السوق 600,000 و700,000 و900,000 وأكتر كمان. لكن في الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد السنة دي أغلى شقة هتكون 385,000 جنيه، مفيش أعلى من كده. طيب عندنا نوعين من الوحدات السكنية، عندنا وحدات سكنية 90 متر، دي المساحات الكبيرة. يبقى النوع الأولاني من الوحدات 90 متر، دي متقسمة ل3 غرف، ريسبشن، مطبخ وحمام، بلكونتين، بلكونة خدمات وبلكونة أساسية. كل الوحدات متشطبة تشطيب سوبر لوكس. النوع التاني وهي الوحدات الصغيرة، مساحتها 75 متر، تقسيمتها غرفتين، ريسبشن، مطبخ، حمام، بلكونتين، يعني هي بتقل عن الشقق الأولانية بغرفة واحدة. يبقى احنا كده عندنا شقق 90 متر وشقق 70 متر. طيب ايه بقى الدعم اللي كلمتك عليه في اول الفيديو؟ يعني انت هتحس بالدعم امتى؟ الدعم ده يا جماعة لان الشقة اللي قلتلك عليها دي بالمساحات دي سعرها السوقي بره 750,000 جنيه، هتدفع فيها 250,000 جنيه. حاسس بالدعم ولا لسه؟ الشقق اللي سعرها 900,000 جنيه هتدفع فيها 300,000 جنيه. اغلى حاجة هتدفعها 380,000 جنيه على حسب برضو المكان واللوكيشن بتاع الشقة، وده اللي هكلمك فيه بعد شوية. نيجي برضو نتكلم على أنواع الشقق. بصوا يا جماعة، عندنا 3 أنظمة في الطرح الجديد. رقم 1 شقق بنظام الإيجار التمليكي، دي معناها إيه؟ إنك بتدفع إيجار شهري ثابت لفترة معينة، زي مثلا 5 سنين، بس هي مش 5 سنين، هي لحد 30 سنة، وبعدها بعد ما بتخلص الأقساط تقدر تتملك الشقة بدفع باقي المبلغ أو إنك تحولها تمويل عقاري. يعني انت كأنك مؤجر الشقة بتدفع كل شهر ايجار، ولكنك في نهاية العقد او في نهاية سداد المبلغ بالكامل بتمتلك الشقة. ده نظام الايجار التمليكي. طيب شقق للايجار ان انت مش عايز تمتلك الشقة، انت عايز تأجر بس عايز اسعار قليلة عن الاسعار العادية اللي موجودة في السوق. برضو اسعار الايجار اللي موجودة في السوق خرافية يا جماعة، مش منطقية. دلوقتي شقق الإيجار سعرها مش منطقي، فأنت عايز تأجر شقة بأسعار قليلة. دي بقى أو النظام ده معمول للأسر البسيطة اللي مش جاهزة للتمليك، الإيجار فيها بيكون إيجار رمزي جدا 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 جدا. فده تاني نظام. والبديل ده موجود اكتر لمستأجرين الايجار القديم، لان هم مطالبين ان هم يخلوا الشقق اللي ساكنين فيها واللي مأجرينها بعد 7 سنين من دلوقتي. فانت دلوقتي عندك بديل جاهز انك تقدم فيه علشان تضمن ان انت تخرج من شقتك وتطلع على شقة تانية تكون عايش فيها بأمان ان شاء الله. ده البديل التاني. نيجي بقى للنوع الثالث والمشهور جدا جدا في الإسكان الاجتماعي، وهو التمويل العقاري، وده الأشهر زي ما قلت لك. عبارة عن إيه؟ حضرتك بتدفع مقدم بسيط جدا عبارة عن 25,000 جنيه في الطرح الجديد اللي بكلمك عليه. الباقي بتسدده على اقساط طويله المدى بتوصل ل 20 و30 سنه. متخيل تدفع في شقه اقساط من 20 ل 30 سنه بمقدم 25,000 جنيه بفايده ثابته 3% او 8%. 3% او 8%، مش اكتر من كده. مفيش فايده يا جماعه دلوقتي 3 و8%. حرفيا دي فرصه عمرك في انك تمتلك شقه بشروط بسيطه جدا. ايه هي المحافظات اللي نازل فيها الطرح الجديد اللي انا ممكن اقدم عليه السنه دي؟ هقول لك على نوعين من المحافظات. محافظات الشقق فيها جاهزه على الاستلام، انك تستلم المفتاح بتاع حضرتك وتدخل الشقه وتعيش فيها. ده النوع الاولاني. النوع الثاني من المحافظات هو المحافظات اللي فيها الشقق دي ولكنها لسه ما اتشطبتش، لسه بتخلص. يبقى احنا عندنا نوعين من المحافظات. المدن والمحافظات اللي فيها الطرح الجديد اللي جاهزة على الاستلام، جاهزة على انك تستلم المفتاح، هي الجيزة، المنوفية، أسيوط، المنيا، الفيوم، أسوان، الأقصر، وقنا. دي المحافظات يا جماعة اللي موجود فيها الشقق جاهزة على الاستلام، يعني انك تقدم تدفع 25,000 جنيه المقدم. بعد كده لو تم اختيارك، والاختيار بيكون عشوائي بنظام آلي، يعني مفيش بشر بيتدخل في الاختيارات. تمام؟ لو تم اختيارك وخلاص هتبدأ تكتب العقد، بتدفع 25,000 جنيه التانيين وتستلم العقد وتستلم الشقة. الشقق اللي موجودة في محافظات تانية ولكنها لسه ما انتهتش من التشطيب، ايه هي المحافظات دي؟ دمياط، الدقهلية، الوادي الجديد، البحيرة، البحر الأحمر، مطروح. دي المحافظات دي
فيها شقق إسكان اجتماعي تقدر تقدم عليها من دلوقتي عادي جدا، تعمل إجراءات التقديم، ولكنها غير جاهزة حاليا. يعني أنت تستنى 36 شهر لحد ما الوحدة تخلص من التشطيبات وتبدأ تستلمها. في نقطة مهمة كمان عن أولويات المستأجرين للإيجار القديم. اللي انتوا عارفين طبعا مستأجرين الإيجار القديم هم بقالهم حبة معانا، اتكلمنا في موضوع الإيجار القديم فيديوهات كتيرة جدا شرحنا فيها بالتفصيل قانون الإيجار القديم واتكلمنا فيها باستفاضة. الحكومة أعلنت إن مستأجري الإيجار القديم ليهم أولوية في الحجز ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، وده كنوع من البدائل اللي اتكلموا عليها قبل كده لو تفتكر، والفرص العادلة ليهم بعد طبعا تعديل قانون الإيجار القديم. يعني لو انت ساكن في شقة إيجار قديم عندك فرصة حقيقية تقدم وتتحصل على شقة علشان تملكها بشروط ميسرة جدا جدا جدا. نيجي بقى للخطوات. طبعا انا قلت لكم ان انا هعمل لكم فيديو يشرح بالتفصيل ازاي تقدم على الموقع وايه هي الاوراق المطلوبه وشراء كراسه الشروط والكلام ده كله. بس خليني اوضح لك نقطه مهمه جدا، انا عارفه ان ناس كتير شايلين همها. الاختيار بيكون ازاي؟ ما انا برضو خايفه ادفع فلوس حتى لو مبلغ مش غالي قوي او عالي قوي 25,000 جنيه، ولان في ناس تانية بيختاروا ناس تانية على حسب المزاج. احنا عارفين الكلام ده كله، ولكن اللي حابه اكدهولك ان الطرح الجديد ده مفهوش اي اختيار بشري. يعني ايه؟ بعد انتهاء فترة التقديم وفرز الاوراق اللي بتتقدم، الأوراق دي بتدخل في مرحلة القرعة الإلكترونية، يعني الكمبيوتر هو اللي هيختار. ودي نقطة زي ما قلت ناس كتير بتسأل عنها وقلقانة منها. أحب أطمنك تاني إن القرعة بيعملها الكمبيوتر بالكامل، مفيش أي تدخل بشري أو محسوبية. النظام بيختار الأسماء المستحقين عشوائيا بناء على الشروط، فمفيش حد ممكن يدخل وسايط أو يتحكم في الاختيار. باختصار كله عادل وشفاف 100%. الطرح الجديد ده يا جماعة صدقني فرصة ذهبية. أكتر نقطة كانت الناس بتكلمني فيها وقلقانين منها وكانت بتمنعهم أصلا من التقديم من البداية هو الاختيار يكون يدوي أو الاختيار يكون على حسب المزاج، ولكن بأكد لك تاني الاختيار شفاف وعادل 100%. هي قرعة إلكترونية بحتة. طيب احنا اتكلمنا على مساحات الشقق بس ما اتكلمتش على أنظمة السداد. قلت لك ان احنا عندنا شقق 90 متر دي الشقق الكبيرة، وعندنا شقق 75 متر، غرفتين، ريسبشن، مطبخ، حمام، بلكونتين. المقدم بيبدأ من كام؟ المقدم بيبدأ من 25,000 جنيه كجدية حجز. انت مش هتدفع اكتر من كده علشان تحجز شقق الإسكان الاجتماعي، وبعدين تبدأ تدفع الأقساط الشهرية لو تم اختيارك. الأقساط الشهرية دي بتتحدد حسب الدخل ونوع الشقة اللي انت اخترتها. غالبا بيكون من 650 جنيه قسط شهري لحد 1350 جنيه. 1350 جنيه ده أعلى رقم قسط شهري بتدفعه في الإسكان الاجتماعي، يعني مش هتدفع أكتر من 1350 جنيه. ده كمان لو الشقة اللي هي مساحتها 90 متر، أنت ممكن تكون محتاج الشقة 75 أو ممكن تكون محتاج الشقة 90 متر ودخلك يسمح لك إنك تدفع 1350 جنيه إيجار شهري. لو أنت بقى مختار الإيجار التمليكي فبتدفع الإيجار ده كل شهر أو القسط ده كل شهر لحد ما تنتهي من دفع المبلغ وتستلم الشقة. في شوية نصايح مهمة قبل ما انهي لازم اقولها لك. اول حاجة لازم تقرا كراسة الشروط كويس جدا قبل ما تملى البيانات، وقلت لك هعمل لك فيديو يشرح لك بالتفصيل ازاي تقدم وتشتري الكراسة. تاني حاجة ما تقدمش اكتر من مرة ولا باسم حد تاني من عيلتك، لان الدولة شايفة ان كل اسرة ليها تقديم مرة واحدة فقط. لو دخلك اعلى شوية ممكن تختار نظام الشقق المتوسطين بدل محدودي الدخل. اوراقك تكون جاهزه من اول يوم علشان ما نضيعش الفرصه، واول لما الفيديو يجهز هتشوفه على القناه على طول عشان تقدر تقدم على الموقع الرسمي للاسكان الاجتماعي. في النهايه يا جماعه المشروع ده مش مجرد شقق وخلاص، بجد دي فرصه حقيقيه لكل اسره مصريه نفسها يكون عندها شقه ملك طول حياتها، وكمان بديل محترم جدا لمستأجرين الإيجار القديم اللي كانوا بيعانوا من ضيق السكن ومشاكل مع الملاك.